السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أهلا وسهلا بكم خواتاتي، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وتكون أحوالكم طيبة. طليت عليكم من جديد حبيباتي، نشكركم كامل على تعليقاتكم، وكل واحدة دخلت عندي جديدة نرحب بها في قلبي قبل القناة. نحاول ديما نطلع عليكم بالطاقة الإيجابية. الحاجة الأولى اللي بديت بها كما شفتوا، حطيت اللوبيا طيب نص طياب، بركم بعد نكمل طيابها معاكم ونعطيكم طريقتي في طيابها وتحضيرها على طريقة المطاعم الشعبية. الوصفة راح تنسيك في كامل الوصفات اللي موالفة تخدمي بهم. اليوم خواتاتي جيتكم بهذا الفيديو وحابة نشارك معكم واحد النقطة فيا نتمنى توجدوها في رواحكم. هذه النقطة أني نستمد طاقتي من نظافة المنزل تاعي. نقطة بسيطة بصح مهمة ياسر. أنا شخصيا نستمد طاقتي خواتاتي من نظافة منزلي. وقت اللي نوض نغسل نرتب نقي نحس بروحي نرتاح، كلي هذاك التعب يروح والطاقة ترجع. حبيت نوصلها لكم لأنه إحنا كربات بيوت مسؤولين على المكان اللي رانا نعيشوا فيه، وللأسف ما عندناش خيارات ولا اختيارات. تقريبا رانا نعيشوا واقع واحد، بصح نقدروا نخلقوا راحتنا في دارنا بالنظافة بالترتيب. مش لازم كل يوم تكون الدار كامل تبرق، المهم كل نهار ديري حاجة صغيرة تنظف طاقتك وطاقة المكان اللي راكي فيه. وما تنسيش كي تكملي التنظيف تدي لحظة تتنفسي فيها بعمق وتقولي الحمد لله. أنا اليوم كما شفتوا واش دارت لي بنتي في الحيط، والدار اللي فيها ذراري خواتاتي كما تعرفوا لازم الحيوطها يتوسخوا ويعودوا فيها لي طراس وبلايص عندهم مسخين حاشاكم. ملا شديت هذيك البسينه درت فيها رغوه، يعني درت رغوه في هذيك البسينه الصغيره وشديت هذيك البلاصه وتبعتها، وهذاك الحيط كامل كما شفتوا حكيته مليح مليح وحكيت كامل الحيط وزدت مع هذاك الحيط تاع البوطاجي كما تشوفوا. رجعتهم يبرقوا. صدقوني خواتاتي وما تأمنوش شحال عطاتني واحد الطاقة، عطاني واحد الجهد وحماس باش نزيد ونروح نخدم حوايج اخرين ما كانوش اصلا في بالي باش نخدمهم اليوم. وبعدها كما شفتوا البنات كانوا عندي حوايج حطيتها في الماشينه يتغسلوا. تقريبا راني كل يوم نغسل. شوفوا خواتاتي مع التجربه والمحاوله والاستمراريه تلقاو باللي راحتكم في تنظيف دياركم، في تنظيف اولادكم ونظافتكم الشخصيه بصفه عامه. وين كانت النظافه كاين ياسر اشياء تقدر تعطينا الطاقه. لذلك البنات حاوسوا بينكم وبين رواحكم على الحاجه اللي تزيد فيكم والحاجه اللي ترفع لكم من معنوياتكم وطاقتكم. احنا ربي حطنا في هذا المكان مسؤولين على صحتنا، صحة وليداتنا والمحيط اللي رانا عايشين فيه، باش نكونوا قد المسؤولية ونخدموا الواجب تاعنا. لازم ديما نحوسوا على الحاجة ولا على الحوايج اللي يجدوا الطاقة تاعنا. أنا على روحي كما قلت لكم نحس بهذا الإحساس نهار ننقي داري نشوف بريق النظافة فيها نحس بالراحة النفسية ونستمد الطاقة منها. نتمنى أنتم ثاني تحسوا بهذا الإحساس اللي راني حاسة به وتطبقوا هذه الطريقة بالك تنفعكم وتستفيدوا منها. بمجرد ما تكملي الحاجة اللي بديتي فيها وتشوفي هذيك النتيجة صدقيني راح تنسي كامل هذاك التعب وما تفوقيش تزيدي تروحي تخدمي حوايج اخرين. هرمون النشاط الله يبارك يطلع عليك وتعودي كيما النحلة من وردة لوردة. حبيت نهضر معكم من قلبي. نضت معولة نبدل روتيني، ما خليتش هذاك الكسل يغلبني، قلت لازم نبدأ نتحرك ونخدم وننقي وننظف وننشط روحي بروحي. لخاطر الطاقة الإيجابية
العقليه ما تجيش وحدها، لازم احنا اللي نصنعوها. مش شرط يكون المورال تاعك طالع باش تخدمي، خدمتك هي اللي تطلع لك المورال. بالنقاء والنظافه تتغلبي على السلبيات، تطلعي المورال لروحك. وما تنسيش خواتاتي، ما تنساوش صلاتكم، أذكاركم، دعائكم قبل أي حاجة. نتمنى كلامي يعود واضح، ما نكونش دوختكم بالهضرة تاعي. بالعكس أنا نحب كي نحط لكم فيديو لازم يعود مفهوم، لازم يعود واضح، نوصلكم عليه حطيت هذا الفيديو، درت هذه الحاجة معاكم. مش قباش نطلع المحتوى تاعي كيما شفتوا خواتاتي. بمجرد ما بديت في حاجة دايرة في بالي باللي نقي هذاك الحيط اللي شفتوه معايا، بالإضافة إلى الروتين اليومي غدا وعشاء، بلا ما حسيت لقيت هرمون النشاط الله يبارك طلع لي. حكمت هذوك البودين حكيتهم كامل، حكي ثاني البيبان، ما قدرتش نصور لكم كلش وزيد المقطع، كاين مقاطع ولا قد تحذفوا لي. المهم حكيت، نقيت الحاله، ضويتها بمواد بسيطه شويه ايزيز برك، وانا نقيت الدنيا تاعي صباح بعد اللي راحوا وليداتي يقراوا، بعد اللي فطرتهم. نتمنى تكون وصلتكم الفكره تاعي تاع نهار اليوم. حسيت روحي كل حلقه الله يبارك ما قدرتش نفسر بالضبط الشعور، بصح كاين طاقه في الداخل، يعني نخدم حاجة وتجرني الحاجة أخرى بلا ما نحس. كلي دخلت في دوامة خير ونشاط. مثال نبدأ بحاجة بسيطة نقول نكملها ونرتاح، ومن بعد نلقى روحي بديت في حاجة جديدة. راكم مجربينها بلاك. ساعات نحسوا بلي الخدمة ما تكملش، وفعلا ما تكملش، بصح الحمد لله مادام رانا نقدروا نخدموا ونفرغوا طاقتنا في حاجة مفيدة، هذا راه بحد ذاته رزق كبير. بلاك البعض يشوفوه تعب، بصح أنا نشوفها باللي بركة. نحس كل خطوة نخدمها تفتح لي باب بالحاجة أخرى بلا تعب ولا ضغط كبير. حتى وكي يكون التعب كتشوفي النتيجة رايحة ترتاحي وتفرحي، وكل مجهود تديريه يتحول للفرحة داخلية، تحسي بالرضا وتقولي في بالك الحمد لله ما ضاعش تعبي في الباطل. بعد ما لقيت البنات الحالة كما شفتوا، درت هذه الوصفة قلت نشاركها معاكم بذور اليقطين والجرجلان مع الياغورت. حسيت بلي لازم نتهلاو في رواحنا شوية بعد هذيك الخدمة وتعب الجسم، يحتاج طاقة وتعويض. يعني لازم نكافئ رواحنا بحاجة تفيدنا وتغذينا من الداخل. مش عيب ولا أنانية كتتهلاي في روحك تبداي بها، العيب هو كتتجاهلي تعبك وتواصلي بلا راحة. رانا نمدوا في طاقتنا نهار كامل، وكي نكملوا لازم نردوا الجميل أجسامنا. هذه هي يعني بحاجة بسيطة وطبيعية، كاس عصير طبيعي، حبة مندارين، شوية مكسرات، المهم الحاجة اللي عندك. خلي ديما عندك هذيك العقلية، أنا نستاهل نرتاح، نتهلا في روحي، نتهلا في نفسي، لخاطر كي ترتاحي انتي كلش يرجع يلمع. بالنسبة للأخت اللي سقساتني على بذور اليقطين قالت لي نقدر ناكلها ولا لا، هي راها بحملها عادي كليها، بصح لازم ما تكونش بكميات كبيرة. حفنة صغيرة في اليوم تكفيك، ما يعادل ملعقة إلى ملعقتين كبار. شوفوا اللي ما جربتش بذور اليقطين راها تضيع في كنز كبير من حيث القيمة الغذائية والمعادن اللي فيها والموجودة فيها. هي راها تنافس كبدة تاع الدجاج، راح تحسن من جودة النوم، تقضي على التعب الإرهاق، تغير حياتك. داومي عليها مدة أسبوع وادعي لي معك، وزنك يزيد، البشرة والشعر راح يتبدلوا كامل للأفضل. أنا حكمت علبة لي أورد كما شفتوا خواتاتي، حطيت فيها شوية عجاجلان مع بذور اليقطين، حسيت روحي والله قشبعت وتنشطت. عادة أنا هذاك الوقت بعد اللي نكمل شغلي ندوخ على القهوة، نحب نشربها، عوضتها بهذه الوصفة تنفعني خير وخير. ماذا بكم ما تشيلوش المالحة، وماذا بك ما تخليش التعب والروتين ينسيك باللي انتي الأساس، واللي يمد لازم يعمر. هذه هي دلي روحك، ماهيش أنانية، هذه راه حاجة ضرورية كتهتمي بنفسك، بطاقتك، براحتك وبصحتك. كلش من بعد يتحسن، دارك تتحسن، خدمتك تتحسن، وحتى علاقتك بالناس تتحسن. كيما شفتوا خواتاتي حكمت اللوبيا تاعي، كنت شمختها ليلة كاملة، بعدها طيبتها نص طياب، وريتكم في أول فيديو. وكي تشكلت لي هذيك الرغوة نحيتها باش تتخلص من كمية الغاز، وبعدها طيبتها نص طياب. للأمانة خواتاتي أنا فاتتني في الطياب شوية، حسيت روحي شوية طيبتها، مانيش رايحة نزيد نسكر عليها، رايحة ندوزنها ونخليها تثقالي يا ربي 10 دقائق ونطفي عليها ونحطها. الكيكوطة تاعي حطيت فيها حبة تاع بصلة ربيتها في الجهة الرقيقة مع سينات تاع ثوم، ملح، راس حانوت، كمون، عكري، أحمر حلو، وطماطيش باط وطماطيش مرحيه. حطيت عليهم اللوبيا يقلوا مع بعضهم واحد 3 دقائق، وزدت عليهم الماء
السخون، ما تكثروش الماء ياسر. وصفة بسيطة ومغذية في نفس الوقت. بصراحة من الوصفات اللي نحبها كي يكون الجو البارد، حاجة تشبع وفي نفس الوقت دافية. بعد اللي حطيت الماء خواتاتي خليتها على نار حتى تتحمر وتختار لي. هذه طريقتي كيما المطاعم الشعبية، بسيطة وتشهي ومليانة. إن شاء الله تعجبكم، تجربوها بهذه الطريقة. اليوم أخواتاتي شاركتكم روتيني بعد التنظيف وتقوية الطاقة. حضرت معاكم ثاني اللوبيا، شاركتكم ثاني وصفة بذور اليقطين باش تعوضوا طاقتكم بعد هذاك المجهود. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. فيديو إن شاء الله يا رب يكون خفيف ظريف ويكون مفيد لكم، والمعنى الحقيقي والفكرة اللي خلاتني نتشارك معكم هذا الفيديو المحفز والبسيط من بيتي المتواضع. يعني تكون وصلتكم أكثر من أنكم شفتوا فيديو تنظيف وخلاص. هنايا اللوبيا تاعي كيما راكم تشوفوا خواتاتي راها وجدت لي، نحطها معاكم. وهذا هو الروتين تاعي نهار اليوم. نتمنى يعجبكم، ونتمنى ان شاء الله تخلوا لي تعليقاتكم الايجابيه اللي تحفزني وتخليني نكمل في المحتوى تاعي بحول الله تعالى. تبقاو على خير اخواتاتي، وربي يقدرني ويقدركم، ونرجع ونطلع لكم فيديو جديد ان شاء الله يكون معمر بالنشاط والحماس كيما تحبوا. رانا مع الفروض ومع التحضيرات، حاسه روحي شويه مضغوطه في الوقت، الله المستعان. هكذاك خواتاتي راني نحاول ما نغيبش عليكم، نطلع لكم فيديو اللي يحفزكم وينشطكم. تهلاو في رواحكم وربي يحفظكم كامل. سلام.